كل سنة وانتم طيبين، عاملين ايه؟ رقاق طري جميل اهوت. هنعمله الرقاق الطري الجميل بتاعنا عشان نسحروا بيه اول يوم رمضان. عندي لبن كان رايب، حطيته على النار وحطيت معاه معلقتين سكر عشان انا بحب فيه السكر، وحطيت معاه حتة قشطة و آه ممكن تقولوا نص سمنة، لان انا كنت عاملة كمية كبيرة عليهم شوية زيت. بالنسبة لك انتي لو هتعملي كوبايتين لبن هتحطي عليهم نص كوباية سمنة على زيت، وتحطي عليهم نطرة ملح ونص معلقة سكر. انا هنا بحط السكر لان انا بحب السكر الصراحة، فبحط له سكر كتير، بحبه مسكر شوية. الرقاق ده بيبقى جميل جدا في السحور، بيبقى حلو قوي لو انتي حبيتي تحشي لحمة مفرومة وتروليه كده وتحطي فوقيه جبن وتحطيه في الفرن، بيبقى تحفة. طبعا العجينة ما بتخليهاش بتعجني لغاية ما تلميه الدقيق كله يتلم، بس عايزة منك حاجة ان انتي تخلي العجينة ملزقة شوية، يبقى فيها سنة تلزيق. ليه بقى؟ عشان ينفرد معاكي، لما ينفرد معاكي بسرعة. تمام. بعد كده بتقرصيه، او بمعنى اصح تكوريه وتحطيه على دقيق، على صينية فيها دقيق علشان ما يلزقش منك. لو هتعمليه على رخام هتعمليه على صينية ما يلزقش منك، وتبدأي تكوريه كور زي ما انت شايفة كده. حجم الكور على حسب راحتك انتي وحسب مزاجك، عايزاه كبير فبتكوري كور كبيرة، عايزاه صغير بتكوري كور صغير على حسب الكورة اللي انت عايزة تعمليها واللي تقدري تفرديها. زي ما انتوا شايفين كده. انا كورتهم كلهم وحطيتهم على الصينية، وطبعا ولعت الفرن. انا عندي فرن كبير شوية، فالفرن ده في المنور يعني، بعمل فيه فرن غاز، يعني بعمل فيه كل اللي انا بحبه. على فكرة الخبيز في البيت ممتع جدا يا بنات، يا ريت تجربوه، حلو قوي قوي. تبدأي تفردي واحدة واحدة بالنشابة، هينفرد معاكي وهينفرد معاكي بسهولة. بعد كده انتي بترحيه بس على ايدك وتبدأي تفردي فيه علشان ترقيه وتخليه بالسمك اللي انتي عايزاه، تخليه رقيق خالص. بصي بقى، هو معلهوش خميرة اهو، بصي بيقب في الفرن معاكي ازاي، مفيش خميرة خالص عليه، ورغم كده كان طالع تحفة. بيتحط على صينية او بيتحط على قماشة عندك نضيفة، وتحطيه عليها وتغطيهم علشان يفضلوا طريين. واحلى سحور، احلى سحور بالرقاق ان شاء الله، بالرقاق والجبن وكده، يبقى جميل جدا جدا وولادك هيحبوه. بس جربي الطريقة اللي انا عملته بيها دي وهتنبسطي بيه جدا انت واولادك. بس انا بفرد واحدة تانية قدامكم اهو علشان خاطر تعرفي هو بيتفرد ازاي. بياخدش منك حاجة وما بياخدش منك وقت، وما تفتكريش ان دي كمية كبيرة ولا حاجة، كمية معقولة اصلا. بس وانا فردت واحدة تانية وحطيتها لكم في الفرن برضو. بصوا، طالع تحفة تحفة تحفة. لايك بقى وكومنتات لو سمحتوا، لايك وكومنتات وشير للقناة لو سمحتوا. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم يا رب عليكم وعلينا وعلى كل المتابعين يا حبايبي.